تخيل لو صحيت النهاردة ولقيت نفسك قادر ترجع بالزمن دقيقة واحدة بس، أو ممكن تتقدم لأي سنة في المستقبل. هتعمل إيه؟ هتصلح حاجة ندمت عليها ولا تروح تشوف إيه اللي جاي؟ الغرابة إن العلم مش بيحكم إن ده مستحيل، هو بس بيقول لو ده حصل القوانين كلها هتتغير. لكن تتوقع إيه اللي ممكن يحصل لو السفر عبر الزمن موجود؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. أول حاجة لازم نفهمها، الزمن مش ساعة بتمشي ثابتة. عالم الفيزياء أينشتاين قال إن الزمن نسبي، يعني كل ما بتتحرك أسرع الزمن بيكون أبطأ بالنسبة لك. وده مش كلام نظري، ده حصل في تجارب فعلية. ساعة ذرية طارت بطيارة حوالين الأرض، ولما نزلت لقوها متأخرة عن ساعة ثابتة على الأرض بجزء صغير من الثانية. يعني المستقبل مش بعيد، المستقبل بيفرق بالسرعة. ولو تقدر تركب مركبة تقدر تقرب من سرعة الضوء، لما ترجع هتلاقي اللي تعرفهم كبروا في السن وانت لسه شاب. ده سفر عبر الزمن، لكن باتجاه واحد. لكن الرجوع لورا هو ده اللي بيعقد الدنيا. العلم بيقول السفر للمستقبل ممكن نظرياً، أما الرجوع للماضي ده اللي بيكسر المنطق، لأنه بيخلق تناقض اسمه مفارقة الجد. تخيل لو رجعت بالزمن وقتلت جدك قبل ما يتجوز، يبقى أنت مش هتتولد، وبالتالي أنت ما جيتش عشان تقتله. طيب كده مين اللي قتله؟ المنطق بينهار. علشان كده بعض العلماء بيقولوا إن السفر للماضي مستحيل، ولو حصل الكون عنده طريقة يصلح بيها التناقض ده، زي نظرية الأكوان المتعددة. إنك لما ترجع بالزمن كأنك بتعمل نسخة جديدة من الكون، مش بتغير اللي حصل في الكون الأصلي. تعال نفكر في تأثير الفكرة دي علينا، مش بس كعلم لكن كبشر. لو قدرت ترجع بالزمن هتعيش حياتك ولا هتفضل تصلح؟ الذهن البشري مش مصمم إنه يتعامل مع احتمال إن الماضي مش ثابت. الندم هيبقى صعب أو شبه مستحيل، لأنك هتعرف إن في كل لحظة كان ممكن ترجع تصلح أخطائك. لكن هل ده حرية ولا سجن؟ تخيل إنك كل ما تغلط ترجع تصلح، كده مش هتتعلم من الغلط، مش هتكون انت اللي وصلت للحظة دي بالتجارب. في الفلسفة اللي بيقدر يعدل الماضي بيفقد معنى التحمل والنضج. طب لو الفكرة دي بقت متاحة للجميع، المجتمع هيبقى عامل إزاي؟ أول حاجة، التاريخ مش هيكون له معنى. أي حدث هتقدر تروح تغيره. الحروب ممكن تتلغي، لكن برضو ممكن تتكرر بشكل أسوأ. العدالة هتبقى فوضى، حد يسرق يرجع بالزمن يمحو السرقة. الجريمة هتكون بلا أثر. لكن في سؤال أعمق من كل ده، لو أنت فعلا قدرت تطلع بره حدود الزمن خالص، مش بس ترجع أو تتقدم، لا، تخرج من الإطار نفسه، هل هتقدر تعمل أي تأثير؟ الزمن مش مجرد أداة بنقيس بيها الأحداث، الزمن هو البعد اللي بيدي لوجودك معنى. في الفيزياء الحديثة المكان والزمن حاجة واحدة اسمها الزمكان. يعني زي ما ينفعش تخرج من المكان وتفضل موجود، ما ينفعش تخرج من الزمن وتفضل فاعل. ولو افترضنا إنك فعلا نجحت تخرج من الزمن، ساعتها هتبقى خارج نطاق الوجود بالمعنى المفهوم. هتبقى لا هنا ولا هناك، ولا في لحظة ولا في مكان. ودي مش رحلة، دي نهاية للوجود. المنطق بيقول لو اختفيت من الزمن انت اختفيت من الكون نفسه، وبالتالي مستحيل يكون ليك أي تأثير على أي حاجة، لأنك ببساطة مش موجود. ودي النقطة اللي بتخلي بعض العلماء يميلوا لنظرية الأكوان المتعددة، لأنها بتحل التناقض ده. انت مش بتخرج من الزمن الأصلي، انت بتفتح زمن موازي، بتنتقل من كون لكون، من نسخة لنسخة. ساعتها انت موجود لكن في مكان تاني. يعني حتى لو رجعت بالزمن انت مش هتقابل نفسك ولا هتغير ماضيك الأصلي، انت هتبدأ مسار جديد في كون جديد. وبالمنطق ده اللي بيسافر مش بيلغي وجوده، هو بينسخ وجوده في عالم تاني. وهنا السؤال اللي بيبقى مفتوح، هل انت في العالم ده انت الأصلي، ولا انت مجرد نسخة من حد تاني كان عنده نفس القرار؟ في النهاية تخيل لو السفر عبر الزمن موجود فعلا، لكن مش بالآلات. تخيل انه بيحصل دلوقتي في دماغك. كل ما تفتكر الماضي كأنك بترجع له،
كل ما تتخيل المستقبل كأنك بتعيشه. الفكرة إن الزمن الحقيقي اللي عندك هو اللحظة اللي انت فيها دلوقتي، ولو هتسافر في أي اتجاه خليك فاكر إن اللي بتعمله دلوقتي هو اللي هيخلق الماضي اللي هتندم عليه والمستقبل اللي هتحلم بيه. سؤال هسيبهولك، لو دلوقتي قدامك زر ترجع بالزمن هتضغطه ولا هتخاف إنك تفقد اللي انت فيه دلوقتي؟ شاركني رأيك في كومنت واشترك في القناة عشان تتخيل معايا سيناريوهات تانية، ومين عارف يمكن في عالم تاني تكون ضغطت الزر.